موعد نشر نتائج السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس الاعدادي الدور الثالث. احب ابشركم نسبة نجاح السادس ابتدائي تجاوزت 90%. الطلاب الراسبين فقط هم اللي ما جاي للامتحان او الطالب اللي ما كاتب اي شيء، حتى الكاتب من عنده منجحينه، فالف مبروك لكم. ان شاء الله طلاب الثالث متوسط والسادس اعدادي انتم نفس الشيء، فمبارك مقدما لكم على النجاح ان شاء الله. خلي لكم متابعة حتى تستفادوا من المحتوى اللي نقدمه، وهسه مباشرة على تفاصيل الفيديو. راح نجي على الصف الاول اللي هو السادس ابتدائي. البارحة يوم 28 نزلت نتائجكم، نزلت نتائج محافظة واحدة فقط، اما المحافظات الباقية راح تنزل يوم 29/10، وباكر يوم 30 ان شاء الله انتم مكملين كل نتائجكم. راح نجي على المرحلة الثانية اللي هي الثالث متوسط، ان شاء الله نتائجكم تقريبا اسبوع وتنزل او اقل من اسبوع، احنا ننطي اسبوع احتمال حتى خاف مثلا يصير ان شاء الله بوزارة التربية يصير تأخير، ان شاء الله 7 ايام او اقل انتم تنشر نتائجكم. اما المرحله الثالثه السادس اعدادي فانتم ان شاء الله نتائجكم تقريبا 10 ايام وتطلع، ويا رب المعدلات العاليه لكم. واوضح لكم قرار الدرجات المساعده، خاف احد ما يعرفه او نسميه معالجه درجات الحرجه. لكم 5 درجات لكل درس، اي ماده عندك 45 فما فوق راح تجيك 50 مباشره بالنتيجه، وكل المواد مو ماده واحده، اي ماده عندك 45 فما فوق فانت راح تجيك 50 بالنتيجه. مبارك لكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.